الحمد لله تمكنت عناصر الشرطه القضائيه بمنطقه عين الشق يعني بمعيه معلومات وفرتها يعني بطبيعه الحال مصلحه محافظه على التراب الوطني اللي هي اداره المحافظه على التراب الوطني بطبيعه الحال. فمعطيات دقيقه اللي كانت بعد يعني ايقاف المعني بالامر المرتكب بجريمه قتل سائق سياره الاجره اللي كانت عليه واحد الضجه، وخصوصا شفنا بعض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي حضرنا يعني مع الزملاء ديالو اللي كانوا واحد استياء كبير من خلال الطريقه البشعه باش تقتل بمنطقه بوسكوره. فاليوم تم الايقاف ديالهم اللي هما واللي اندهشنا حنايا انهم كينتميو لنفس القطاع، انهم جوج ديال الشيافر ديال الشوافريه ديال الطاكسيات، واحد كيبلغ 40 والاخر حتى هو نفس العمر ديالو. هذا فعل اجرامي يعاقب عليه القانون المغربي الى المؤبد. بطبيعه الحال كنطالبوا من القضاء انهم يضربوا بيدهم الحديد على مثل هذه الممارسات هذه، خصوصا باش ما يكونوا عبره